نتفة صغيرة إلى الوراء ونشوف شو يلي صار معنا بهالأربع سنوات. ليش صار معنا هيك بهالأربع سنوات وشو يلي مفروض ينعمل للسنين القادمة. منا جديرين انه نعيش، نحن شعب ما بنستحق الارض تبعنا، نحن شعب كتير سهل اذا المؤامرات الدولية والمخططات اتفقت مع بعضها للإطاحة بشعب 6000 سنة عيش على أرض هالوطن، هالشعب هيدا مستعد يتخلى عن حقوقه. ب 13 نيسان كنا مجموعة صغيرة من الشباب، القوات اللبنانية بعد ما كانت خلقت، وعمق القضية بعد ما كنا استوعبناه تمام، لأنه الاستقلال تبعنا أخذناه على طبق من فضة وما دفعنا حقه. الوطن تبعنا من 43 لليوم انبنى على أسس منا هي الأسس السليمة لبناء وطن، بمنطقة محفوفة بالأخطاء، أعدائنا محوطيننا من كل الميلات، والمجتمع الداخلي تبعنا منه متراص الصفوف تماما. نحن بنينا وطن على رمال متحركة بدون ما ندفع له أي ثمن وبدون ما نحط له أي تضحيات. 200,000 جندي غريب على أرضنا و600,000 لاجئ غريب على أرضنا. البيانات الرسمية يلي عم أو إلى ما هنالك قضية لبنان وإلى ما هنالك للبنان، شو معناتها كل هالكلمات وشو معناتها كل هالتعبير وقت يلي محتلين اليوم لبنان، وقت يلي عم بيجربوا يدمروا لبنان، هن يلي عم بيتلقوا المساعدات من الاشخاص يلي عم تكتب وتوقع هيك بيانات، يلي ما عرف يحل على حساب شبر من لبنان. المنطقة كلها سوا بتتفجر، لأنه بوقتها كنا بنقصد إنه التناقضات يلي موجودة بلبنان، إذا الغرب أو العالم العربي بده يسمح لنفسه ليتلطى وراء أحداث لبنان، يبعد الشر عنه ويغني له ويبعد على لبنان ويدفع له ضمن إطار الجامعة العربية أو ضمن غير إطار، ويبعثهم على لبنان ليخلص منهم ببلاده، ما حدا منهم قدر يفهم بوقتها إنه تفجير المنطقة بده يبلش العد العكسي تبعه ابتداء من النهار يلي سمحوا فيه إنه تناقضات لبنان تتفجر على أرض لبنان. وقت يلي كانوا عم بيشجعوا الفلسطيني ينتفض على الحكم كلها تفجر. احنا فكرة اللامركزية قالوا لنا انتوا بدكم التقسيم، بس انتوا جبنة ما بتسترجوا تقولوا بدكم تقسيم. من كم شهر على لسان مرجع كبير بالدولة اللبنانية قالوا لنا انه الحل بيكون باللامركزية، بس كان جاي الحل سنتين مؤخر. المعركة تبعنا معركة سيادة، معركة استقلال، كل اللبنانيين بدهم يشتركوا فيها، لأنه الاستقلال ما ممكن أنه يتجزأ والسيادة ما ممكن أنه تتجزأ. جونيا حرة وسيدة ومستقلة، وبيروت الغربية محتلة أو غير منطقة من مناطق لبنان محتلة، معناتها كلنا محتلين. الحدود يلي ما عاد وقت نبحث بالنظام تبعه، ولا عاد وقت نشوف إذا الأغلبية بمجلس النواب للتصويت على مدري أي قانون هي أغلبية 3/4 أو مدري قد إيه. نحن اليوم القضية تبعنا أساسية أكثر من قضية نظام.
النظام بيجي وقت يلي استقلالنا وسيادتنا بتكون تحققت كاملة وتامة على كل أرض لبنان. تحيات لنخلق لبنان على صورة 4000 شهيد من شهدائنا، وشكرا. بالنشيد الوطني اللبناني.